السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير، ويا رب تكونوا في أحسن حال دايما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبوي الشريف، وعلشان نحتفل بيه في أيام حلوة زي دي لازم نصلي عليه كتير، لأن الصلاة عليه بتجيب الرزق وبتجلب البركة للبيت بأمر الله. طبعا الاستغفار والبقيات الصالحات كلها ان شاء الله. ربنا يتقبل مننا ومنكم يا رب. لو اول مرة تشوفوني ما تنسونيش في تعليق وحاجة حلوة منكم، وتعالى اقول لكم الوصفة الجميلة السهلة البسيطة دي بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة. يعني مكلفتش علينا كل صينية كبيرة دي مش اكتر من 25 جنيه بأمر الله. معانا هنا كوبايتين من اللبن، مفيش اسهل من كده. خليكي معايا عشان اقولك على نصايح بسيطة هتفيدك ان شاء الله. ومعانا معلقتين سكر، لكل كوباية لبن معلقة سكر، يطلع السكر مظبوط للناس اللي متحبش الحاجة مسكرة. ومعانا كمان 3 معالق دقيق، يعني كل كوباية معلقة ونص دقيق. هنحاول ندوب كل ده على البارد علشان ما يكلكعش معانا على النار. وهنحط رشة فانيليا كده بسيطة ونطلع بيها على نار، وايدك فيها على طول. دايما طول ما هي على النار لازم تقلبيها على طول زي ما احنا شايفين كده. مش عايزة اطول عليك الفيديو. بصي هي بتبتدي تتقل اهي، لان احنا لازم نخبز او نسوي الدقيق اللي فيها. تمام، عايز تستبدلي الدقيق بنشا بدليه، بس هي عاملة زي المهلبية، انما القوام ده بيبقى كريمي. عايزاها نشا مفيش مشكلة، ودي اختياري. ممكن معلقة زبدة او معلقة سمنة اللي متاح عندك تحطيه، وممكن ما تحطيش خالص مفيش مشكلة، بس هي بتديها تيست طعمه حلو شوية. تمام يا ست الكل. هنبتدي كده نقلب وخلاص كده تمام. انا طفيت عليها، بس هحاول ادوب فيها حتة السمنة او قطعة الزبدة اللي انت هتحطيها فيها. جبنا كده طبق مناسب وهنفضي فيه القوام الكريمي اللي احنا عملناه. بجد قوامها جميل زي ما حضراتكم شايفين، بجد روعة روعة روعة، جميل جدا. على فكرة هو ده بودنج جميل قوي، ممكن تقدميه على ما هو كده. بصي والله خرافة، وحط له اي صوص على الوش. هنغطيه بقى بكيس تلاجة او اي حاجة عندك عشان ما يعملش وش. احنا مش عايزين له وش. هبتدي اغطيه كده واحطه في التلاجة يبرد شوية. هو من المفترض ان هو يبرد كتير خالص، بس انا استعجلت عليه وهنبتدي نشتغل فيه. مش هستنى لما يبرد، سيبته برد شوية صغيرين ورجعت اشتغلت فيه. هنا معانا 3 معالق كريمة. عايزة برضو تستغنى عنهم مفيش اي مشكلة، استغنى عنهم برضو هتطلع قوامها وطعمها حلو برضو، صدقيني والله. هنبتدي ننزل كل اللي في الجوانب كده، ونبتدي ندي ضربة خفيفة تانية ونحطها بقى في التلاجة عقبال ما نعمل بقية الحاجة بتاعتنا. الصينية اللي انا جبتها دي صينية كبيرة شوية. طبعا انتي ممكن تجيبي صينية اصغر، لان الصينية الاصغر عندي كانت مشغولة فما عرفتش اعمل فيها. طبعا كل ما تصغري الصينية الكمية هتكبر وهتعلى. تمام. ده 2 باكو بسكوت. الباكو ب5، يعني هو كله على بعضه 10 جنيه. وطبعا اللبن ما استخدمناش الا 3/4 لتر عن 15 جنيه، يعني كله 25 جنيه. ابتديت ارصص كده البسكوت، حطيته في لبن ورصصته. على فكرة ممكن تستغنى عن فكرة برضو ان انت تبوشي في لبن، تقعدي ترصصيه على طول حسب ما تحبي. وهننزل كده باول توبنج عملناه. كده اتفقنا ان احنا ممكن نحط البسكويت من غير اي حاجة، يعني في حاجات ممكن نستغنى عنها بس برضو التست بتاعها يعني بنسبة 10%، فيعني عادي لو استغنيت عنها. لو انت بتحبيش البسكويت عامل زي الكيك كده ممكن نستغنى عن الفكرة دي، ان انت تبوشيه في لبن ورصصيه كده عادي. وحطيناه في التلاجة ونرجع نعمل نفس التوبنج بس كمية قليلة، يعني كوباية لبن، كوباية معلقة سكر، معلقة كاكاو، ونرفعهم على النار ونرجع تاني نعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها. استنيت هدت شوية وصبيت عليها توبنج الشوكولاتة، ونبتدي نوزعهم كده بلطف عشان خاطر الابيض ما يسحش مع الشوكولاتة. بس هو ماسك نفسه ما شاء الله وجميل جدا، مع ذلك ان هو كريمي مش مهلبية، مش حاجة بتتقطع كده وبتتكسر، لا
ده مش تشيز كيك، يعني هو شبيه للتشيز كيك بس يعني للناس بتاع الفقراء شويه. جميل قوي. وحطيتها في التلاجة لغايه اما جمدت وطلعتها. وابتديت هنا جبت شويه معلقه نوتيلا واحده، حطيتها في الكيس وحطيت عليها معلقه زيت عشان تبقى سهله معايا كده. وابتديت ازين بيها، اللي متاح عندك زيني بيه، مفيش حاجه خلاص، كلها كده بصراحه روعه روعه روعه، هي جميله. وبشرت شويه شوكولاته وحطيتهم كده زي ما اتفقنا. انت عايزه الطبقه تبقى اعلى، صغري الصينيه، تمام. بس على ما اظن انت لو كترت التوبنج اللي احنا عاملينه شويه الابيض او الاسود، لازم تحط طبقه بسكويت في النص عشان تاخدي قوام حلو وطعم حلو، مش هيبقى كله كريمي بس. فبصراحة هو كان انا عايزاه رفيع كده، طبعا زي ما قلتلك عايزاه تخين، هتصغري الصينية. ابتديت هنا ارص الشوكولاتة، شوية شوكولاتة مبشورين كده قطع صغيرة خالص، وابتديت ازوق بيها. طبعا التزيين ده يرجع لحضرتك انتي وفكرتك انتي. ما تنسينيش طبعا في تعليق ولايك من حضرتك. وبصي بصراحة هم اتبسطوا بيها قوي، اتنسفت طبعا في ساعتها، ما استنتش، بسم الله ما شاء الله خلصت على طول. ما استنوش حتى لما هي تبرد شويه وتمسك، هتشوفين وانا بقطعها حتى ما لحقتش تمسك شويه. بس هتبقى معاكي برضو جميله، يعني هي طريه وحلوه، بس في نفس الوقت مش جامده، مش بتتكسر زي ما اتفقنا. وهتشوفيها واشوفكم في الفيديو دوت، بجد جميله قوي. هبتدي كده اقطع بالراحه، لان بصراحه هم ما صبروش مستعجلين وعايزينها، فابتديت اقطعها اهو واطلع منها. بس بجد طلعت طعمها حلو وطعمها تحفة، يعني طعمها مش وحش، بما ان المقادير كلها بسيطة بسيطة بسيطة. ممكن تستغنى عن طبقة التوبنج الشوكولاتة اللي في الاخير، تعملها ابيض بس. بصي براحتك، انه متاح عندك اعمليه، ما توقفيش نفسك على حاجة. ويا رب دايما كده اكون عند حسن ظنكم يا رب، واعمل لكم الوفير دايما والبسيط دايما. وزي ما اتفقت معاكم في كل فيديو برضه هفكركم، اللي عايز اي وصفة اي تجربة يكتبها لي في التعليق، وانا هعملها له بامر الله، او اديله المعلومات المفيدة عنها، وهقول له اذا كانت تنفع او ما تنفعش. بصي بقى هي كريمية ازاي، بس في نفس الوقت ماسكة نفسها شوية، تمام. بصي مفيش احلى من كده. ويا رب اكون عجبتكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم، واترككم في رعاية الله وامنه وحفظه. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل ايامكم كلها خير وسعادة. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.